هي قصة من أغرب قصص محاولات الاغتيال اللي تعرض لها الملك الحسن الثاني، رئيس فرقة الرجاء البيضاوي، القناص اللي غيطيح في المرمى ديال البندقية ديالو الملك الحسن الثاني 5 ديال المرات. هذا الرئيس بنفسه هو المتهم الرئيسي بقتل قائد جيش التحرير الشهيد عباس المساعدي. فشنو قصة استهدافه للملك الحسن الثاني؟ وشنو هي حكاية اغتيال عباس المساعدي؟ وشنو قال عليه الملك اللي كان أول من روى هذه القصة العجيبة في كتاب ذاكرة ملك؟ هذا السيد ما هو إلا رئيس الرجاء كريم حجاج. نادي الوداد هو نادي مقاوم في الأصل، نادي المقاومة التاريخي في المغرب، لأنه بدأ واللي حصل ساعتها إن هم لما قرروا إن نعمل نادي وبعد كده أسسوا الأب جيكو أسس نادي الكورة في نادي الوداد، أسس فريق الكورة وكان له بصمة بارزة وكان عمود أساسي من عواميد الوداد. كان اللي بيحصل نادي الوداد بيجمع بعضه مغاربة ويروح يلعب مثلا ماتشات. المدرجات كانت بتهتف ضد المستعمر، ما كانش مدرجات بتشجع نادي الوداد يلا اكسب. ده اول ماتش لعبوه خسروه، ما كانش ده الهدف. الهدف ان احنا نطرد المستعمر ونتجمع ويبقى في قوه مغربيه صلبه، لدرجه ان في مره هم بيسافروا ورايحين يلعبوا ماتشات الوداد كان فيه لعيبه برضه فرنسيين. في مره قرروا ان احنا هنطرد اللعيبه الفرنسيين وهنروح نلعب من غيرهم عشان نوصل مسج واضحه للمستعمر ان لا احنا موجودين.